السيد مو شاف ان حتى لو الخسران اتطرد من الاكاديميه ففي ايده يروح لاي اكاديميه تانية ويدرس هناك، لكن بتجريد الشخص ده من حقه في التدريس، فده مش بس هيخليه يفقد مساره الوظيفي، لا ده كمان هيبقى اضحوكه في اي مكان يحاول يقدم فيه. وكاو بص لشانغ وقال: بتحاول تحفر قبرك بنفسك وبتتكلم على 100 جلده بعصا الذبح الخالده. وبناء على معلومات كاو فالعصايه دي هي حصريه لمملكه تيان شوان، قدرها اذيه الجلد جدا وكسر العظام، والاشخاص من ممارسي الفنون القتاليه هيغمى عليهم عند الضربه رقم 100. وهنا الانسه بيرو ادركت فعلا ان ده فخ، ومستغربه ان شانغ زود العقاب بدل ما يرفض المحاكمه، وبتتساءل جواها لو انه كامل قواه العقليه. اما كافو مستمتع باللي هيحصل، شايف ان شانغ ما يلومش الا نفسه، باصص للسيد مو وبيعرفه ان اقتراح شانغ اكثر منطقيه. ويانغ بقى كان فاهم اللي شانغ بيعمله، فهو عارف انه رخد فعله وما ادعى انه قلقان، وبعدها اقترح يخلي العقاب في اقصى مدى ليه. انت عبقري يا معلمي. ومو قال: دلوقتي بعد ما احنا حددنا العقوبه والكره البلوريه المصنوعه من حجر استجواب العقل، كل واحد فيكم يا شانغ ويا كاو هيحط ايده عليها بشكل منفصل مع الطالب يان، والكره هتظهر مدى ثقه الطالب يان مع كل واحد منكم، واللي هيحصل على نقاط اعلى هيعتبر الفايز. وما اسالهم لو حد منهم عنده اسئله، هما الاثنين جاوبوا بلا. كاو باصص على شان وبيفكر في ان يانغ تلميذ ما هو مصنف من افضل 100 طالب، وانت فاشل ما حصلتش على نقاط في التقييم، ليه محسسني اني هيختارك كمعلم يا شانغ شوان؟ وبعد المحاكمه دي وطردك من الاكاديميه تبقى بائس زي سمعتك السيئه. وفي اللحظه دي يانغ قطع حبال افكار المعلم كاو وقال: باعتبارك اول ما نقترح المحاكمه فانا برشح اننا نبدا بيك. وكاو عرفه انه موافق، وعلى طول الاثنين لمسوا الكره بايديهم. حجر استجواب الروح بيحط المرء تحت تنويم مغناطيسي، وبمجرد لمسهم للحجر اوهامهم بتتعرض قدامهم كحقيقه، فكل حاجه هناك بتظهر من اعمق جزء في قلوبهم، وده طبعا من غير اي تدخل خارجي. ومو قال: لو اجبر تلميذ على قبول معلمه فمش هيبقى عنده اي ثقه بالمعلم ده كمان ممكن تتولد مشاعر سلبيه ناحيته. ومحكمه التنوير بمقدورها تحدد اعمق مشاعر بداخل قلب التلميذ، وده بدقه لا متناهيه. وجد بين وافقوا على الكلام اللي قاله، وكمل وقال: فثقه التلميذ هتتحول لنقاط ثقه، واعلى نتيجه هي ال100 بناء على اللي بين عارفه، فكل 10 نقاط بتعادل مستوى من الثقه، و10 نقاط هي اقل مستويات الثقه. اما 20 نقطه فدول يعتبروا في المستوى العادي، وفي العاده اي نقاط ثقه بين تلميذ ومعلمه بتوصل ل30 نقطه، وبعض المعلمين الممتازين ممكن يوصلوا ل50 نقطه، لكن اعلى من كده الموضوع بيبقى صعب، لان نقاط ثقه الابن بباباه ومامته غالبا بتبقى 60 نقطه بس. وبالعوده لبيرو فهي بتبقى شايفه ان شانغ شوان وبين من مكانتين مختلفتين تماما، ولولا انها قطعت طريقهم كانش حصل اللي حصل في المحاكمه. وفي اللحظه دي قالت لشانغ ان لازم يمشي من الاكاديميه وان ما يرجعش هنا تاني ابدا. وبينا مسمعها كده قال بسخريه: مش شايفه يا انسه بيرو ان الاوان فات؟ فالمحاكمه بدات بالفعل، وانت دلوقتي عايزاه يمشي. يا سلام على احلامك الجميله. وجواه بيفكر في قد ايه ان شانغ شوان هيندم على قراره الغبي بعد المحاكمه. وهنا شانغ بص عليه وساله عن سبب ثقته في الفوز، وبين قال: خليني اقول لك الحقيقه، السيد كاو جند يان وخلاه يقضي معاه نص شهر، وانا متهيألي ان نقاط ثقته هتتجاوز ال20. اما انت يا شانغ فتقدر تحصل على 10 نقاط، متهيألي مش هيحصل، لدرجه ان انا شايف انك هتحصل على نتيجه سلبيه وهتبقى اضحوكه بعد ما الخبر ده يتذاع. وكنت هنسى، انت بالفعل سيء السمعه، فما فيش مانع تبقى اضحوكه برضه طول حياتك. بيرو اتعصبت جدا من الكلام اللي بين قاله واتصدمت اما بصت على شان، فهي لقيته منشغل بحاجه تانية خالص. وفي نفس الوقت ده الناحيه تانية بنلاقي جد بين بيسال السيد مو لو انه عايز يخمن نقاط المعلمين، وبناء على الكلام اللي مو قاله فبما ان كاو هو اللي جند يانغ طالب ليه، فبيبقى شايف انه هيحصل على 18 او 20 نقطه كحد اقصى. اما بالنسبه لشانغ شوان واللي شايف انه اكبر يانغ على انه يبقى معلم ليه تحت الصفر، وهنا جد بين قال: لو فعلا نقاطه هتبقى بالسالب فده معناه انه هيجلب العوار للاكاديميه كلها، وانت يا سيد مو هيبقى لازم تاخد تصرفات اكبر من كده. بمجرد ما شانغ يخسر مو بيكون ناوي يرفع تقرير نقابه المعلمين ويعزل شانغ بشكل نهائي. وفي اللحظه دي بين قال ان النتيجه على وشك الظهور، وكاو هو لامس الكره وشايف انه هيكسب، فكر في انه هيطرد شانغ شوان من الاكاديميه، وانه هيخلي السيد بين واحد من داعمينه، وبكده حياته المهنيه هتبقى اكثر سلاسه. حانت اللحظه اللي هتظهر فيها النقاط، وكاو بيتصدم من الرقم اللي ظهر، فالرقم اللي ظهر هو رقم 10. كاو اتصدم من النتيجه وهو فاكر انه جند يانغ لمده شهر كامل، وان المفروض ثقته بيه تبقى اعلى من كده. الانسه بيرو بتضحك، وشانغ قال: هو ده بقى اللي انت واثق فيه. جد بين ومون الاثنين ما كانوش مصدقين النتيجه اللي ظهرت، والجد مصدوم اكتر ومتضايق ان ازاي كاو اتجرأ وقدم للمحاكمه مع النقاط المخزيه دي. هو كان فاكر انه هيحقق على الاقل 20 نقطه، لكن حصل اللي ما كانش متوقعه. وهنا كاو بص لهم وقال: وفيها ايه يعني لو حصلت على 10 نقاط؟ طالما هكون الفايز يبقى مفيش مشكله. اما شانغ فمشي ناحيته وهو بيقول: عايزنا نحقق اكتر من 10، خلينا ننتهي من ده يا يانغ عشان نرجع لفصلنا. وشانغ حط ايده على الكره مع يان، وبعد ما استنى شويه الجد مو بيتفاجئوا ان النتيجه ظهرت بدري، وبيرو بين وكاو اندهشوا من النتيجه. فالرقم اللي ظهر قصادهم كلهم هو 64، وكاو مش متخيل الرقم، فهو عارف ان دي هي نفس النتيجه اللي بتظهر لثقه الطفل مع باباه ومامته. اما بين فباصص على كاو وشايف ان خدعه بالمحاكمه، وجواه بيفكر ازاي هتكسب 10 ضد 64 بناء على اللي مو عارفه. فمعلم اسطوري بنجمه واحده هيواجه صعوبه كبيره جدا في الحصول على رقم زي ده، والانسه بيرو هي كمان بتبقى عارفه المعلومه دي. فكل المعلمين اللي درسوا في اكاديميه هونغ تيان
محدش فيهم حصل على رقم عالي زي ده. وهنا شانغ بص لهم وسالهم لو انه فاز، اما كاو فشايف ان ده مستحيل وبغضب بيقول ان اكيد في حاجه غلط في حجر استجواب الروح. النتيجه كانت سريعه والرقم كبير، انا مش مصدق ده. وبين جنبه قال للمعلم مو ان وجهه نظر كاو على حق، فازاي طالب يقدر يثق في معلم بالدرجه دي؟ ولو ده صحيح فعلا فكده المعلم لوشون والمعلم وانغ مش حاجه ضد شانغ شوان. مو كان ليه وجهه نظر مختلفه، فبالنظر لعيون الطالب يان فعينيه بتلمع باشراقه واضحه، شايف ان نظرته صادقه وحقيقيه لا يمكن تزويرها، وبيستنتج ان يانغ بيثق في المعلم ثقه عمياء. بص لبين وقال حجر استجواب الروح بيقدر يكشف اعماق المرء ويدلي بنتيجه صحيحه تماما، وما حصلش في اي مره قبل كده انه غلط، دايما بيعمل بشكل ممتاز. صدق او ما تصدقش، لو سمعتك بتتكلم تاني بهراء فانا هطردك. وهنا شانغ قال له بعد ما انا فزت جه الوقت انك تفي بوعدك، مش كده ايها السيد؟ لازم المعلم كاو يتطرد ويتعرض ل 100 جلده بواسطه عصا الذبح الخالده. في اللحظه دي جد بين اتدخل وقال لشانغ ان ما يكونش قاسي طالما فزت برهان، فخلي الموضوع يعدي على خير. شانغ بغضب قال له لو انا كنت الخسران ما كنتش هتقول الكلام ده. والجد اتضايق اما كلمه بالطريقه دي، قال له انه ما يتصرفش بغرور وانه مجرد معلم مبتدئ والنهارده بس يعتبر يوم حظه. الجد شايف ان مفيش حاجه شانغ يتفاخر بيها وانه مش مؤهل حتى للتعليم، وبيقول له على الاقل حسن اساس تجميعهم للتشي، تكسب ثقه طالب واحد ده مش كفايه وما يثبتش اي حاجه. في اللحظه دي كاو باصص على شانغ وباين ان عنده فكره، وبعدها بص للسيد مو قال اكيد شانغ عمل حيل عشان يرفع من ثقه يانغ بيه، وبناء على اللي انا فاكره ففي طالب قبل كده كان عند المعلم شان ووقع في انحراف الليتشي، والطالب ده كان بيثق فيه ثقه عمياء وفي الاخير ندم طول حياته. مو كان اول مره ليه يعرف المعلومه دي، فان طالب يقع في انحراف الليتشي ده حاجه مش صغيره ابدا. وكاو كمل وقال كنت عارف انك ما تعرفش لسه عن المعلومه دي، فالطالب اللي وقع في انحراف الليتشي ده اترمى بعدها واتهجر، وزي ما احنا شايفين فيانغ بيثق في شانغ ثقه عمياء، واللي معناه انه ممكن متعرض لتقنيات اغراء خاصه. وغير كل الكلام ده ازاي شخص حصل على 0 في التقييم يوصل ل 64 نقطه ثقه خلال يومين بس؟ وقتها السيد مو افتكر ان كان في معلم في الماضي استعمل تقنيه اغراء عشان يجتاز الاختبار، ودلوقتي بيحلل لو ان شانغ شوان بيستعمل نفس المهاره. بعدها جد بين قال لسيد مو ان المعلم بيكتسب ثقه طلابه من خلال تعليمهم ومساعدتهم في التطوير، ومن غير المعرفه فالمعلم هيضل الطلاب وهيتسبب في كارثه. في اللحظه دي شانغ قطع كلامهم احنا مش هنا عشان تعرفوا لو انا اقدر اعلم الطلاب ولا لا، فاحنا في برج التنوير وانا احضرت واحد من طلابي لهنا ودلوقتي فزت في الرهان وما يتهيأليش انك هتخلف بوعدك. الجد وصف كلام شانغ بالسخافه وقال له ازاي هنطرد معلم بسبب رهان سخيف زي كده؟ وفي الناحيه الثانيه بنلاقي ان بين مش مصدقه ان الجد بيتراجع فعلا عن كلامه، اما بين في جنبها بيقول ان جده على حق وان كاو بيعتبر معلم محترم في الاكاديميه، ولو طردناه طرده هيتسبب بعاصفه في المكان. وبيرو انت مش معقول ابدا، وزي ما شانغ قال لو هو اللي كان خسر هل كنت فعلا هتسيبه في حاله؟ وهو رد عليها بان شانغ مش زي المعلم كاو، ووقتها مش هيكون في اي حاجه في ايده يعملها. ولو جينا نبص عليه اكتر هل يقدر يدرب طالب في المستوى الثاني او يقدر حتى يجذب طلاب للاكاديميه؟ انا ما افتكرش. وقتها الباب اتفتح وشخص نده على الجد وقال ان في شخص بره جه عشان يشوفه، وبيقول انه البطريرك وانغ هونغ من عائله وانغ بمدينه تيان شوان. وجد بينا لما لقى انه شخص عارفه قال له يروح ويرحب بيه بسرعه. الجد بيبقى عارف ان وانغ البطريرك هو واحد من العائلات الاربعه الرئيسيه، مش مصدق انه بيزوره شخصيا وشايف ان زيارته ليه بتعتبر شرف كبير، وجواه قال شانغ شوان هركل مؤخرتك لاحقا. بعدها بيسال الجد لو ان وانغ هونغ هو واحد من العشره الاوائل في قائمه كبار الساده وليه راجل عظيم زيه جاي عشان يزورك. والجد بعد ما ضحك قال له ممكن السبب هو وانغ تاو، وكمل وقال فوانغ تاو هو الابن الاكبر للبطريرك وانغ هونغ، والولد ده قدر انه يتفوق على عيله وانغ في المستقبل. انا قابلته كطالب عندي واستقبل تدريب جيد عشان يبقى ممارس فنون قتاليه في مرحله تهدئه الجسم من المستوى الرابع، ومتهيألي البطريرك هنا عشان يعبر عن امتنانه. شانغ باصص على الجد وما جاش في دماغه نهائي ان وانغ طالب عنده، اما بيرو فجنبه بتقول له انه لازم يمشي، بتفهمه ان باين ان الجد ضده، ودلوقتي كمان عيله وانغ في صف الجد، واللي معناه ان مفيش حد هنا في صفه، وانه كده بيتمتع بسلطه وتاثير كبير في المستقبل، وانت بس يا شانغ هتعاني لو فضلت هنا في الاكاديميه. وصاحبنا كل اللي قاله انه هيستنى ويتفرج، اما بيرو فكانت هتنفجر من تصرفاته، فهي كل اللي بتحاول تعمله دلوقتي هي ان تساعده، وبقت شايفه انه واضح قوي انه مش مهتم. في اللحظه دي البطريرك هونغ دخل وبين رحب بيه وعرفه انه سعيد ان جه، وعلى طول طلب منه انه يقول له لو عايز حاجه، وان زيارته هنا بتعتبر شرف عظيم ليه. وهونغ قال ده لطف كبير منك، وفي الحقيقه انا هنا عشان اطلب منك خدمه. الموضوع كله بيتعلق ببنتين واللي اسم معلمها هو شانغ شوان، وجاي اسالك لو تعرف مكانه. وبين شاور له على شانغ وهو بيقول له دي صدفه كويسه، فالمعلم شانغ شوان موجود هناك. لو رحنا ناحيه كاو وبين فهنلاقيهم فرحانين باللي هيحصل لشان، فهم شايفينه انه هيتبهدل لانه اتجرأ وخدع ابنه السيد هون، وانه دلوقتي بقى في مشكله كبيره. وكاو قال لقد اصابك الحظ السيء، فبخلاف كل المعلمين داخل الاكاديميه هتتفاجئ ان السيد هونغ صارم وما بيهتمش بالقواعد. شانغ باصص عليه عرف ان هو والدين، اما بين فحاول يوقف السيد هونغ، اما لقاه ماشي ناحيه شانغ بصرامه، ولكن حصل الغير متوقع، فالسيد هونغ انحنى ناحيه شانغ وهو بيحييه وعرفه انه سعيد جدا اني شافه. وطبعا بين هنا اتصدم على الاخر، كان فاكر انه هنا عشان يعاقبه، اما بين وكاو فشافوا انهم بيحلموا. فايه السبب اللي يخلي السيد هونغ ينحني لشانغ كده؟ وبالعوده لشانغ فبنلاقيه بيحاول يقوم السيد هونغ، ووالدين قال له ان هو عالج رجل بنته وانه علمها كتير بشكل خلاب، وقال له طبعا لازم اشكر
اشكرك وبشكل شخصي. وهنا شانغ قال ده مش حاجه كبيره، دي طالبه عندي وانا من واجبي ادربها. السيد مو بيراقبهم من بعيد وشايف ان دور المعلم بيتمثل في توجيه الطلاب للطريق الصحيح وتعليمهم المعرفه العامه وحل مشاكلهم. وهنا كان اعجب جدا بتصرف شانغ النبيل. بعدها بص ليانغ وقال اكيد ثقه يانغ في المعلم شان عايده على روحه النبيله. وبعدها بص لهونغ وقال له ما كانش لازم تيجي هنا بنفسك يا سيدي حتى لو ان شانغ شوان معلمين. وهنا هونغ قال انت ذكي فعلا يا مو، فانا جيت هنا عشان حاجه تانية كمان. فاللي عايزه هو ان اطلب معروف من جد بين. والجد على طول عرفه ان يحكي له اللي عايزه وان هيبذل كل اللي عنده عشان يحقق له ده. وهونغ قال له ان ابنه واغ كان بيدرس عنده في الصف، وانا عمري ما جيت لك بشكل شخصي عشان اشكرك على عملك الشاق واتمنى تقبل مني الهديه المتواضعه دي. جد بين حاول يرفض الهديه قايل للسيد هونغ ان تعليم الطلاب وتحفيزهم هي جزء من عمله. اللي حصل ان جد بين ما كانش عايز يقبل الهديه بسبب ان السيد مو من اتحاد المعلمين موجود هنا، فهو مش عايز ياخد اي هديه قدامه. اما هونغ فافتكر ان السبب هو اخلاقه النبيله وكمل وقال في الحقيقه انا جيت هنا عشان اتكلم معاك في موضوع معين، ففي حاجه حصلت في تدريب ابني الايام دي وبقيت شايف ان دروسك مش متوافقه معاه وعشان كده اسمح له ينسحب من فصلك الدراسي. كلامه ده فاجئ بين جدا وجواه متاكد ان الطالب وين مش بيواجه اي مشكله معاه في الدروس وبيتساءل عن سبب مغادرته. محرج جدا لانه اتكلم عن الموضوع ده قدام كل الموجودين وكان يفضل لو ان الموضوع يبقى ما بينهم، ولان طبعا ما عندوش حاجه يعملها فهو قال له انه موافق وان القرار حسم بالفعل. طلع حجر تاكيد الهويه ومسح دم الطالب وينغ من عليه. بيديله الحجر وهو بيفكر في ان مغادره الطالب لفصل معلمه الدراسي معناها عدم كفاءه المعلم وان دي بالنسبه له كصفعه على وشه. شايف انه كان ساذج لاعتقاده ان هو عايزه في موضوع معين، لكن اتضح ان ابنه عايز يغادر الفصل مع انه مبتسم الا ان جواه دمه بيتحرق، عارف ان الخبر ده هينتشر وهيفقد وظيفته كمدير لمكتب شؤون الاكاديميه. هونغ خد الحجر وهو بيشكره وجد بيه من تحت ضرسه بيقول له انه مفيش مشكله على الاطلاق وان التلاميذ ليهم حق الاختيار. انا متفهم مغادره الطالب لصفي طالما مش مستفيد معايا، ولكن ممكن اسال على المعلم الواغ مفضله. وهونغ عرفه ان هو اللي اختار له. على طول بص لشانغ وهو بيساله لو ان ممكن يقبل ابن واغ كتلميذ. في اللحظه دي المبنى كله اتهز من صدمه الحدث. اما جد بين فحس ان روحه بتنسحب مش مستوعب ان هونغ سحب ابنه وده عشان يقدم عند المعلم شان المعلم الحاصل على 0 في اختبار المعلمين. وبالنسبه لكاوبين فهم الاثنين شايفين ان السيد هونغ جن على الاخر، فازاي حد عاقل ممكن يسحب طالب من جد بين لا ويروح بيه للمعلم المعروف بانه الاول من الناحيه الثانيه. ورد شانغ على طلب هونغ هو انه اتاسف ورفض والمره دي المبنى كله اتزلزل. اما بنرجع للسيد مو بنلاقي نظرته اتغيرت للمعلم شان، ولكن رغم ده فهو لسه مقلل من شانه ومن تصرف شان عمال يفكر لو ان عنده قدرات اعلى مما اعتقد. اما هونغ فمستعجب ان شانغ رفض وبعدها قال له انا عارف ان ابني متهور وفشل في تقدير موهبتك وده ممكن اللي خلاك تحس بالاهانه، اتمنى ما تاخدش اللي حصل بشكل شخصي، هو شاب يافع وما بيتصرفش كويس. في اللحظه دي بنسمع شخص بيقول بصوت عالي يا سيد هونغ ما تقولش كده. واما هونغ بص لقى ان كاو اللي بيكلمه قال له انه مش ده سبب رفض المعلم شانغ شوان وان المعلم شانغ شوان معلم في المستوى الثالث، اما ابنك وانغ فهو مقاتل في المستوى الرابع. وبكده بيتضح ان المعلم شانغ اضعف من ابنك فازاي هيقدر يوجهه هو اقل منه. وبين قال ده صحيح فعلا فهو اضعف من الطالب وانغ. جد بين هو كمان دخل في الموضوع وطلب من السيد هونغ ان يفكر تاني، بيقول له مش مهم ان ابنك انسحب من دروسي لكن لو انت هتختار معلم اضعف منه فانا خايف انه هيمر بتجربه تدريب سيئه. وهنا هونغ شك في نفسه وده على الرغم من ان بنته يين قالت له ان شانغ شوان ممتاز وان عنده اسلوب رائع للتعليم الا انه لسه مش عارف مستواه الحقيقي. وكاو بص لشانغ وقال له ما تدعيش القوه طالما مش بتمتلكها وممكن تخدع بعض الطلاب الجدد لكن ما تحاولش تعمل ده مع طلاب القدامى. وجد بين قال انا بوافق كلام المعلم كاو، فشانغ شوان لسه ما تعداش مرحله المستوى الرابع ومش هيقدر يوجه ولا يعلم طالب في مرحله تغذيه الجسد. وهنا هونغ رد عليهم وقال لهم ان ابن واغ كلمه على المعلم شان وقال له ان شانغ قدر يصد السيف بصباعين وانا متاكد انه مش هيعرف يعمل ده لو هو لسه في مرحله تشكيل الليتشي. وقتها بين وكاو سخسخوا على نفسهم من الضحك، فبين قال لهونغ لو عايز تختلق له اعذار فعلى الاقل الف حاجه ممكن تتصدق. اما كاو فقال ان الشخص في قمه فنون قتال المستوى الرابع واللي قوته بتعادل 700 كيلو جرام ومع وزن وقوه سيف السيد واغ فده معناه ان هيبقى صعب جدا على حد لسه في مرحله فتح نقاط الوغز انه يصد السيف بايديه، وانت بتقول ان صده بصباعين. لسه فاكر فعلا يا سيد هون ان المعلم شانغ واللي احرز 0 في اختبار التقييم وصل لمرحله فتح نقاط الوغز كالاسياد؟ في اللحظه دي يانغ قطع كلامهم وقال ان شاف المعلم شانغ بنفسه وقت ما صد السيف بصباعين. والانيسه بيرو ما بصت على الطالب يانغ عرفت من ملامحه انه مش بيكذب وانه قال الحقيقه. واما جد بين سال هونغ لو انه خبير في الصقل وقبل ما يجاوب الجد كمل كلامه قال له هتصدق فعلا ان مقاتل ما وصلش لمنتصف مرحله فتح نقاط الوغز قادر انه يصد هجمه وانغ بصباعين بس؟ حتى لو انت عاوزت ان ابنك يبقى تلميذ عند المعلم شانغ شوان فمش لازم انك تدعم سمعته بالطريقه دي. في نفس الوقت ده شخص نده على جد بين وما ساله عن اللي عايزه، هو قال له ان في شخص جه عشان يشوف شانغ شوان. وطبعا الجد استغرب جدا ان في شخص كمان عايز يشوفه وعمال يقول يا ترى ايه اللي بيحصل النهارده، ليه كل الناس بيدوروا على شانغ شوان؟ والراجل قال له ان اللي عايزه هو اللورد الشاب باي شون ابن لورد الجنوب. اما سمع انه ابن اللورد على طول صرخ في الراجل ان يدخله فورا. وبالعوده للسيد مو فبنلاقيه عارف ان اللورد وابنه باي جم لتيان شوان عشان يسلموا تقارير، ولكن بيفكر عن سبب وجود ابنه هنا النهارده. لا ومش جاي وخلاص، ده جاي يزور شانغ شوان مخصوص
النص. المعلم انه معروف انه فاشل وسايب كل المعلمين العباقرة الموجودين هنا. اما بيرو فبص على شانغ وهي مستغربة مش مصدقة انه على علاقة مع اللورد باي، فالمناصب ما بينهم مختلفة بشكل كبير. في اللحظة دي سمعوا خطوات اللورد بيدخل وهم على طول حيوا بمجرد دخوله. اما باي فكل اللي باصص عليه هو شان، وبعد ما حياه شانغ قال له ايه اللي جابك هنا. باي لزق فيه وهو بيقول له انه هيمشي بمجرد ما والده ينتهي من واجباته، وان المدة دي مش هتطول، وعشان كده عايز اتعلم منك حاجات بسرعة، فانا عايز انجح في الاختبار. الجد وبين وكاو ومو كلهم مندهشين من معرفة اللورد بشان، لا وباين انهم قريبين جدا من بعض. اما بين فمش مصدق ان شانغ واللي مجرد معلم اتكلم مع اللورد باي من غير اي القاب. وهنا جد بين هو اللي انفعل بصوت عالي، قال لشانغ ازاي بتكلم اللورد بالطريقة دي، انحني ليه حالا وتصرف بشكل لائق. بعدها وجه كلامه لباي وقال له انه ما يحسش بالاساءة، وان المعلم شانغ ضعيف القوة اخرق وبيتصرف بشكل سيء. وهنا رد باي كان غير متوقع، فهو زعق فيه وهو بيقول له انه ما يتكلمش، وانه يطلع مين اصلا، بيعرفه انه يراقب اللي بيقوله، وانه بيعتبر المعلم شانغ بمثابة جد ليه. اما شانغ فوصف باي باللعين، وجواه قال ما تعرفش ان عايز ابقى بعيد عن الانظار. وهنا مش هقول لكم ان المبنى اتهز او اتزلزل، ده المبنى ظهره اتقطم.